في 6 نصايح نسيت اقولهم في المحاضره الاولانيه او في الجزء الاولاني للي عاوز يتداول وينجح ويستمر. لو سمحتوا تركزوا معايا بقى كده، ودول هتلاقوها في الصفحه الاولانيه يا ريت. 6 نصايح في الصفحه الاولانيه، واللي اشتغل معايا عرف قيمتهم. تمام؟ عرف قيمتهم ولا ما عرفش؟ تمام؟ اول حاجه، اول نصيحه، الطمع يقل ما جمع. اللي هيطمع في الشغلانه دي اخرته خساره فلوسه. انا صريح اهو وهكررها 10 مرات، اللي هيطمع في الشغلانه دي هيخسر فلوسه. تمام؟ لازم تحط في دماغك النصيحه الثانيه، انك انت داخل تكسب مش تخسر. تكسب كام دي مش بتاعتك، مش انت اللي بتحددها. تكسب كام ديت ربنا اللي بيحددها، رزقك. تمام؟ يبقى انا اهم حاجه عندي ان انا اكسب، ان انا اقفل على زرقان، ما اقفلش على حمران. تمام؟ يبقى ان انا اقفل الامر وهو كسبان، ما اقفلش الامر وهو خسران. تمام؟ النقطه اللي اتكلمنا فيها ان انا ما تعداش 15% من قيمه راس مالي في الاوامر. يبقى عندي ريزيرف دايما للارتدادات ما يقلش عن 150 نقطه. 150 نقطه، لان هو عمره ما في يوم واحد بيقلب ال 150 نقطه، مستحيل. لكن انا برضو بقول نخلينا في الامان ويبقى عندي ريزيرف 150 نقطه. كانت بتجيلي اوامر من الامارات ومن السعوديه، محافظ، انا اسف، كان بتجيلي محافظ من الامارات والسعوديه وبشوف فيها حاجه غريبه قوي. 60 امر، 20 امر، 15 امر مفتوحين، ايش 5 باي وايش في نفس الوقت 5 سيل وايش حاجات غريبه. لازم اعرف ان انا ما افتحش اكتر من 3-4 اوامر في المره الواحده على المحفظه. اخلص منهم ابدا افكر في اللي بعديهم. كتر الاوامر مش مكسب، كتر الاوامر في صالح الشركات. اي حد يقول لك افتح اوامر كتيره اعرف انه بياخد بيزنس من الشركه بتاعته على طول. على طول. ليه؟ لان المحفظه مش هتستحمل. تخيل حضرتك عربيه 1600 سي سي وانت محملها شغل بتاع 2500 سي سي، مش هتمشي. تمام؟ النصيحه الخامسه بشوفها كتير قوي، وخصوصا انتوا ذات نفسكم هتحسوها لما تبداوا تشتغلوا. يفتح الامر ويقعد قدامه 4-5 ساعات مركز على الشاشه. لا، دي خساره، دي هتخسر. ليه؟ ما بيستحملش، القلب ما بيستحملش. اول ما هتلاقي ماينس $2 بقى ماينس $3 بقى ماينس $4، الحق اقفل قبل ما اخسر فلوسي. وهو ده مش عاوزه، انا مش عاوز كده. اخسر ان شاء الله تخسر $100، هيلف ويكسب. تمام؟ فانا بفتح الامر، اعيش حياتي، اروح شغلي، اخرج، انزل اضرب الحجرين الشيشه، اعمل كل حاجه وارجع افتح تاني بعد 2-3 ساعات واشوف ايه اللي بيحصل. لكن ان انا اقعد فاتح الامر وحياتي تقف واللي يندى عليا يا عم سيبك بقى انا مش مركز، لا، ده مش الشغل. تعيش حياتك عادي خالص وخد امرك وانت هتكسب في الاخر. وطبعا الاخيره هي نفس تكمله الموضوع، لازم يبقى عندك تحكم نفسي في قراراتك. مفيش حاجه اسمه ان انا اتخض او ان انا يا الشمعه ضربت، يا الشمعه مش عارف ايه، لا، مفيش الكلام ده كله.